نفسي انظم كاس العالم في مصر. يعني انا ده حلم حياتي صراحه. انت كنت هندسة وفجأة في النص قررت انا مش حابب هندسة، انا هنقل. لا، ما هندسه كانت سايكولوجيكال وورفير. انا كان عندي كل يوم 2 امتحان مثلا، انا ذاكرت جامد جدا الامتحان ده، جبت 2 من 20. وانا خارج من الكلاس روم ده انا عارف ان ده مش مكاني. فانا بعد لما دخلت هندسه وقلت له عايز احول، قال لي انا هسالك سؤال واحد بس، لو حولت هتنجح؟ دي كانت اول سنه بقى، دي كانت ضغط. بس انا كنت عارف ان انا ساقط اول سمستر ده، اكتشفت ان انا نجحت بتقدير. انا فاكر والدتي كلمتني في التليفون وانا في المطار، قالت لي بيقولوا كده في حاجه اسمها كورونا. قلت لها ايه الكورونا دي؟ قالت لي عامله زي البرد كده. قلت لها ما تهزرش يا عم، انا جاي خلاص بقى. انا وهو قاعدين محبوسين في الكورونا فكنا بنتكلم اللي هو طب ما نعمل الفكره دي. في ناس في الكورونا قعدوا يعملوا كيك ناس قرروا يفتحوا شركة. حتى السيكتور بتاع الرياضه كبزنس بشكل عام ده فاسينيتس مي من وانا صغير. طبيعي كجوب اوبورتيونيتيز يعني منعدمة. لما جيت مصر كنت خايف من الموضوع ده، بس في نفس الوقت اللي هو في العالم كله السبورتس بيزنس جديد. انا اكتشفت بعد ما خلصت هندسه وخلصت جامعه وخلصت كل الفتره دي، هي الحسبه سهله جدا في العيشه بره والجامعه. هتذاكر هتنجح. لو حصل ان احنا دلوقتي حالا رجعنا بالزمن تاني، كنت حاسس انت هتاخد نفس القرار ولا لا؟